السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ النهارده ميرو جايبه لكم مفاجآت مفاجآت مفاجآت. النهارده فيديو مفاجآت. يعني ايه فيديو مفاجآت؟ فيديو المفاجآت عاملين الفراخ المشوية على اصولها، الفراخ المشوية من الالف للياء، يعني تتبيلة من الالف للياء، تسوية من الالف للياء. كل ده يا ميرو؟ طب ما كله بيقول كده، طب ما انتوا هتشهدوا وهتقولوا هل الفيديو ده زي فيديو تاني ولا فيديو ميرو بس؟ طيب هنشوف دلوقتي الفرخة. بصوا ميرو، ده انا اكلت الفراخ يا جماعه وهي نيه، دي جامده جدا، هتشوفها بنفسكم. مش بقول بقى وبشكر في نفسي، لا، ده انتوا اللي هتشهدوا وانتوا اللي هتقولوا. بس قبل ما نقعد نتكلم وميرو ترغي وتصدعكم، هقول لكم كلمتين. بالله عليكم اللي شايف الفيديو دلوقتي يدعي دعوه من قلبه لفلسطين، ربنا ينصرها نصره باذن الله. وقبل ما نقول اي حاجه نقول يا رب من قلوبنا، وانا عارفه قلوبكم حلوه جدا، ودعوتكم ان شاء الله لرب العالمين على طول، ان شاء الله نصره باذن الله. يا رب يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم. طب يا مير ما تصدعناش وتعالوا نشوف الوصف. بسم الله. نجيب بقى شفشق الخلاط ونحط 3 طماطمات متقطعين. سهله كده؟ سهله يا ميرو. خلصي. هنحط كمان قرنين فلفل رومي او 3، 5 فصوص توم، بصلتين متوسط. طبعا الطماطم يا جماعه يعني نازله في سعرها دلوقتي، اما بقى الفلفل الرومي متوسط، اما البصل ربنا يا رب يعديها على خير. فنحط ايه الحاجات القليله على قد ما نقدر. نص كوبايه زيت، ربع كوبايه خل، تمام، من الكوبايات الصغيره اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. معلقه بص، معلقه كركم، معلقه بابريكا، معلقه نعناع، معلقه زعتر، معلقه ملح، معلقتين سكر، وحلو قوي كده معلقه كزبره كمان مطحونه. تمام كده؟ حلو الوصفات، حلو يا ميرو. نحط كل ده في شفشق الخلاط واجري يا ميرو على الخلاط، اضربي كل ده مع بعضه بسهوله يا جماعه، ما تعقديش نفسك. عارفين حبه الطماطم اللي احنا حطيناهم، وحبه الزعتر والنعناع والملح والكركم والبابريكا وكل الحاجات الحلوه دي، احنا اللي عملناهم دول يعملوا لك حوالي 4 فرخات، مش فرخه، لان هي يعني كترت معايا التتبيله، هي دي تاخد اكتر من 4 فرخات. تمام. ادي الفرخه بتاعتنا غسلناها كويس ونقعناها في ليمون وخل وغسلناها حلو قوي قوي قوي. اهم حاجه تشيل الزفاره اللي تحت الجلده، يعني ما تخليش اي زفاره خالص. بعد كده وحطي بيها بالليمون، بقشره الليمون، وسيبيها على جنب. بعد كده تشطفيها وتحطيها زي ما انا حطيتها كده في البول، وتجيبي التتبيله الجامده دي وتحطيها. لو اقول لكم ايه بجد، انا مش بتكلم كده، لو تشوفوا ريحه، يعني تشوفوا ايه، لو تشموا ريحه التتبيله اللي انا حطاها، تجيب يعني ايه، مش هقول لكم العماير اللي جنبي المجاوره اللي انا فيها كلها، كانت جامده جدا 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 بشكل غير طبيعي. بامانه لو انت عملتيها هتكلميني وهتكتبي في الكومنت تقولي كلامك صح، حاجه كده من الاخر ما فيهاش اي كلام. حطي بقى عليها الاسترتش وحطيها في التلاجة لمده ساعه. لو سبتيها ليله كامله تبقى احلى واحلى واحلى. طب لو انا عندي ناس يا ميرو انا مش فاضيالك، لا، سيبيها ساعه بس، حطيها في التلاجة لمده ساعه. تمام كده؟ اديني قفلتها بالاسترتش وركنتها على جنب. شايفين؟ بصوا بقول لكم دي نحطها في علبه ونحطها في الفريزر، وقت ما انت تحبي حطي الكميه اللي انت عايزاها على الفرخه وخلاص. اهم حاجه تفتيحه الفرخه، لان نسيت اقول لكم بقطع الفرخه بفتحها بالسكينه عشان التتبيله بتاعتها تخش جواها. وجبت طاجن حطيته على النار وحطيت فيه فحم. طيب ليه يا ميرو حطيتي الطاجن؟ انا كنت عايزه احط في الشوايه، بس انا كنت عامله قبل كده ايه، لو دخلتوا الفيديوهات بتاعتي هتلاقوني ان انا كنت فاتحه طاجن من تحت وحاطه كم وحده فحم على عين البوتاجاز وبتشوي. بس هنا الطاجن بتاعي ده كان مكسور بس ما كانش مفتوح من تحت، يعني كانت مشروخ ومش مفتوح من تحت، فانا برضو مشيت وحطيته على النار وشويت عليه. شايفين شكل الفراخ عامله ازاي؟ سبتها بقى كل شويه اقلب كل شويه اقلب لحد ما ادتني اللون ده. حوالي قد ايه يا ميرو؟ حوالي ساعه الا 10 دقايق. هي قعدت شويه بس ايه، طلعت معايا زي العسل، والريحه احلى من بره مليون مره. اعمليها وانت اللي هتشهدي. قولي هل ميرو كانت بتقول كذب ولا بتقول صح؟ انت اللي هتشهدي. جميله والريحه والطعم وجمال، والفرخه ما شاء الله زي ما هي، مش زي ما بيجيبوها لنا في المحلات، بتلاقيها ما فيش حته الفرخه بقت ربع فرخه مش فرخه. وادي سلطه الطماطم، وعملت كفته وشويه رز بسمتي وقضيناها بقى زي الفل، وسلطه الطحينه عشان ما تنسيش يا ميرو.
ورحت مزوقه الطبق وحطيت لولادي. انا كنت واقفه عماله اكل، بنتي واقفه بتصورني تقول لي ايه يا ماما خلاص انت مش وريتيهم، او لا 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 استني، وانا عماله اتلكك عشان ريحه الفراخ جامده وانا عايزه اكل. فانا ايه اكل دلوقتي، لان انا لما بحط الاكل على الترابيزه هم اللي بياكلوها وبياكلوني. فانا ايه قلت استغل ايه الفيديو. بصوا انا مستغليه الفيديو جامد جدا، استغلال يا ميرو، استغلال استغلال استغلال. عمال اكل وبنتي تقول لي انا هقفل الفيديو، او لا ما تقفليش استني، واكل واكل. فالفيديو كان تحفه. وبكده بقى يبقى احنا خلصنا الفيديو. مش عايزه منكم اوعوا تنسوا، اوعوا تنسوا وعدكم الميرو. عايزه سبسكرايب للقناه ولايك وكومنت وكلمه حلوه منكم تشجيع على الميرو. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم، والسلام عليكم ورحمه الله.